جماعة صباحكم جميل. بمناسبة طبعا ابل باي اللي اتفعلت فجأة كده في مصر، عايزة احكي لكم موقف لطيف جدا جدا بصراحة. في 2018 كنت لسه بقى داخلة الديجيتال ماركتينج حديثا وكده، يعني كنت لسه مجرد كمان كان تدريب. فكنت شغالة في ايجنسي، هي مفروض كل الفاوندرز بتوعها او كل المؤسسين بتوعها مصريين، بس كل الشركة ورقها كله مفتوح بره. شركة تعتبر ما عندها شركة امريكية. اوكي، في 2018 في اخر السنة في شهر 12 اللي احنا فيه ده، بس 2018 الاونر بقى اخد اجازة بقى والكريسماس كده، وراح يحتفل بقى بالكريسماس بره، سافر فرنسا. انا بقى عامله له فولو على الانستجرام وكده، والراجل كان صغير مش كبير، وقاعد بقى هو يتفسح وكده. فجيت عند اللحظه الحاسمه، الراجل رايح يشتري تذكره المترو يعني، فلقيته لابس ساعه عامل كده، دفع واخر التيكت. هاو كم؟ ازاي بالساعة كده؟ بالساعة ده حتى ما قلعش الساعة من ايده، يعني مش قلع الساعة مثلا وعامل الساعة كده، نو 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 نو، هو لابس الساعة كده وقام عامل سكان كده، دفع كده، التيكت طلعت كده. فطبعا بقى انا لسه جديدة، فلح بعتله مسج، قلت له حضرتك هو الفلوس اتدفعت ازاي؟ قال لي يا رندا دي حاجة اسمها ابل باي، عشان احنا معانا كروت امريكية، يعني فاتحين بقى في بنوك في امريكا وكده، فاحنا معانا كروت امريكية وورق امريكاني، فالخاصية دي متفعلة عندنا متفعلة عندنا يعني على الموبايل، ومتفعلة في كل دول اوروبا وامريكا. قلت له تمام. وقعد بقى يشرح لي ابل باي دي يعني ايه. يعني انت خلاص ما عادش محتاجه القروض بتاعتك في حاجه، مجرد تديلهم الموبايل او تحملي الساعه كده، هو بيدفع خالص، لان الساعه دي بتبقى بقى مربوطه بالبنك بتاعك والكروت بتاعتك، فانت كده في امان اكتر. يعني ممكن تنسي الكارت لكن اكيد مش تنسي موبايلك. وقعد يشرح لي ده الكلام ده يا جماعه كان في 2018. وعايزه اقول لكم يعني انا كنت الايجنسي دي بس 2018 كانت متفعله ومستخدمه وكل حاجه. احنا الدفاعات عندنا تعتبر في 2024، يعني بعد الموقف ده ب6 سنين. 6 سنين بس الحمد لله، نشكر ربنا ان هي وصلت عندنا اخيرا وهنستعمل ابل باي. بس انا بقى يعني انا لما بروح عند علوش بقول بديله الكارت وبدفع بالكارت، هل هقول له ينفع ادفع بالابل باي؟ يعني ممكن اديلك ساعة؟ مش عارفة وضع الابل باي في بورسعيد. يعني في القاهرة متقبلة، ما اكذبش عليكم، في القاهرة لا، هم ادفانسد عندنا قوي، يعني ادفانسد عننا بكتير. بورسعيد مش عارفة، بس جالي التجربة ان شاء الله. اول تجربة هدفع بالابل باي في بورسعيد، لازم هوثقها يا جماعة يعني، وهدفع عشان انا عندي عقدة بقى، هدفع بالساعة. يعني دي ساعة ابل، فانا هدفع بالساعة عشان ابعت لمديري. او احنا لسه يعني على تواصل بالرغم الناس في الشغل، بس ابعت له بص انا بدفع بابل باي برضو، انا ما سافرتش بره مصر وبدفع برضو بالابل باي، مش انت لوحدك بس. فدي يا جماعة بمناسبة الابل باي ان هي اتفعلت في مصر، فانا بجد ما كنتش عارفة اضحك، مش عارفة اتبسط ولا اضحك ان هي موجودة من زمان قوي وجاية بعد 6 سنين، بس لقد هرمنا. بس الحمد لله يعني ببص لنص الكوباية المليانة يعني اللي هو يا جماعة ان هي الحمد لله اخيرا وصلت مصر. نقول لها الحمد لله على السلامة ابل باي في مصر، وجاري التجربة الدفع بالابل باي في بورسعيد. هل هتفلح؟ هذا ما سوف نراه الأيام القادمة.